السلام عليكم، تحياتي لكم عشاق كرة القدم أينما كنتم. قبل أن نبدأ، فضلاً وليس أمراً، تأكد من الضغط على زر الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتصلك كل الفيديوهات المتعلقة بكرة القدم. كشف موقعاً إيطالياً يوم السبت الماضي عن قائمة اللاعبين العرب الأعلى أجراً في دوري الدرجة الأولى الإيطالية، ومن المعلوم أن المنتخب الجزائري لكرة القدم يضم 4 لاعبين ينشطون في هذه البطولة، حيث تضم القائمة كل من المايسترو إسماعيل بن ناصر والنجم الصاعد ياسين عدلي لاعبا الروسونيري، حسام عوار متوسط ميدان الذئاب، والمدافع أحمد توبا المعار لفريق ليتشي. فحسب التقرير فإن الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر المتواجد بعيداً عن المنافسة منذ شهر أبريل الماضي بسبب تعرضه لإصابة في الركبة هو اللاعب الأعلى دخلاً بين اللاعبين العرب في السيري A. وحسب الموقع فإن بن ناصر يتقاضى راتباً سنوياً يساوي 3.8 مليون يورو مع ميلان، وذلك في عقده الممتد حتى صيف 2027 مع النادي اللومباردي. أفاد ذات الموقع أن الدولي الجزائري الآخر حسام عوار هو صاحب ثاني أعلى راتب بين اللاعبين العرب الناشطين في الدوري الإيطالي، بحصوله على أجر سنوي يبلغ 2.8 مليون يورو مع نادي روما الذي يقوده المدرب الكبير جوزي مورينيو. وانضم لاعب محاربي الصحراء إلى الذئاب الصيف الماضي في صفقة انتقال حر قادما من نادي ليون الفرنسي الذي عاش معه بعض المشاكل في المواسم الأخيرة. وخاض عوار 13 مباراة مع روما ضمن جميع المسابقات هذا الموسم، وتمكن من تسجيل هدفين. قوية من بيليغريني، هناك الرأسية حاضرة، حسام عوار يقلص الفارق، حسام عوار يوقع على أول أهدافه بقميص روما، الأسيس من بيروتي والرأسية من عوار. ويسعى نجم منتخب الجزائر إلى تقديم مستويات أفضل مع فريق العاصمة الإيطالية الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى صيف 2028. وبحسب نفس المصدر فإن الدولي التونسي ديلان برون مدافع نادي ساليرنيتانا والدولي المغربي آدم ماسينا مدافع أودينيزي يحتلان معا المرتبة الثالثة للاعبين العرب الأعلى راتبا في الدوري الإيطالي. ويتلقى برون وماسينا أجراً سنوياً يساوي 900 ألف يورو مع ساليرنيتانا وأودينيزي على التوالي، ويرتبط لاعب منتخبي تونس والمغرب بعقد يمتد حتى صيف 2025 مع نادييهما. وجاء في المرتبة الرابعة للاعبين العرب الأعلى دخلاً اللاعب الفرانكو جزائري ياسين عدلي، حيث يتلقى راتباً سنوياً يقدر ب800 ألف يورو مع ناديه ميلان، علماً وأن عقده مع الفريق مستمر حتى صيف 2026. وكشف موقع ميركاتو ويب أن الدولي المغربي مهدي بوربيعة لاعب نادي فروشينوني يحتل المرتبة الخامسة في القائمة بحصوله على أجر سنوي يبلغ 700 ألف يورو وبعقد مستمر إلى غاية صيف 2024. وأوضح التقرير أن المغربي الهولندي عبد حروي لاعب نادي فروشينوني يوجد في المرتبة السادسة بنيله 600 ألف يورو سنوياً، وهو نفس الراتب الذي يتقاضاه مواطنه المغربي سفيان بداوي الذي يلعب في نفس الفريق ويحتل المرتبة السابعة. وفي المركز الثامن يأتي الدولي المغربي أسامة العزوزي لاعب نادي بولونيا بنيله أجراً سنوياً يقدر ب500 ألف يورو، علماً وأنه يرتبط مع هذا الفريق بعقد إلى غاية صيف 2027. ويحتل الدولي الجزائري أحمد توبا مدافع نادي ليتشي المرتبة التاسعة براتب سنوي قدره 200 ألف يورو، علماً وأنه يلعب هذا الموسم على شكل إعارة مع الفريق الإيطالي قادماً من نادي باشاكشهير التركي. وفي الختام يجدر بنا الإشارة أن بن ناصر وبالإضافة إلى نيله أكبر راتب بين اللاعبين العرب في الدوري الإيطالي في الوقت الحالي، فإنه يعد كذلك اللاعب العربي الوحيد المتوج بلقب سيري A مع ناديه ميلان من بين كل اللاعبين العرب الناشطين حاليا في هذه البطولة.